عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا انها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الاعمال فيها سفنا. شاكرا لمولانا الشيخ احمد السيد وجيه على هذه الكلمة الطيبة. وكانت هذه الكلمة هي ضمن فقرات هذه الليلة القرآنية المباركة، ليلة عرس وحفل نجل عائلات عبد النبي باسمهم جميعا، باسم آل عبد النبي وأبو ليلى، وباسم الدكتور السيد عبد النبي أستاذ فتحي عبد النبي، فضيلة الشيخ أحمد فتحي، ولنا الشيخ محمد مصباح، الأستاذ عاطف عبد النبي، الأستاذ حمدي عبد النبي والعائلة الكريمة باسم الأستاذ محمد مصباح، اسمهم جميعا. أشكر كل من جاء ملبيا هذه الدعوة الكريمة. شكر كل الشكر للمنسق العالمي لهذه الليلة أبو وردة الصغير. شكر لحضراتكم ولكل كل من جاء إلى هذا المكان ملبيا هذه الدعوة الكريمة. شاكرا لعميد الصوتيات المهندس فاروق، شاكرا للمهندس احمد يحيى، شاكرا لحضراتكم والى كل من جاء ملبيا هذه الدعوة الكريمة. شاكرا لعميد خدمات الفندقية ابو ولاء، شاكرا لحضراتكم. اسأل ربي عز وجل ان يبارك للعروسين وان يجمع بينهما في خير وان يبارك لهما امين امين يا رب العالمين. عود طيب مبارك يا ساحة القرآن الكريم، مع ذلكم العلم القرآني الإذاعي، الشاب الصاعد الواعد في سماء دولة التلاوة، ابن هذه البلدة الطيبة أهلها، فضيلة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. ثم بعد ذلك تلاوة القرآنية للشيخ محمد حسين القومي. أدعو فضيلة مولانا الشيخ مصطفى إسماعيل ليمتعنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى.
بسم الله الرحمن الرحيم ليس للإنسان إلا ما سعى وليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن ليس للإنسان إلا وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من
المؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى والمؤتفكة أهوى ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا سامدون
صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة، والتي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. وكانت هذه التلاوة هي ضمن فقرات هذا الحفل والعرس القرآني المبارك، عرس الأستاذ محمد فتحي عبد النبي شقيق فضيلة الشيخ أحمد فتحي. جئنا مشاركين جميع عائلات عبد النبي وأبو ليلى، جئنا مشاركين الأستاذ فتحي عبد النبي، معالي الدكتور السيد عبد النبي، فضيلة الشيخ محمد مصباح أحمد، أستاذ عاطف عبد النبي. جئنا مشاركين الأستاذ حمدي عبد النبي، جئنا مشاركين العائلة الكريمة في هذا الحفل والعرس القرآني المبارك، عرس أستاذ محمد فتحي. أسأل ربي عز وجل أن يبارك لهما ويبارك عليهما، وأن يجمع بينهما في خير. الشكر لكل من جاء ملبيا هذه الدعوة الكريمة بهذا الحفل والعرس القرآني، شاكرا لفريق عمل هذه الليلة القرآنية، مهندس أحمد يحيى، مهندس فاروق. الشكر لأبو وردة الصغير، الشكر لأبو ولاء عميد الخدمات الفندقية، الشكر لمصور هذه الليلة مهندس أحمد الكردي. مسك ختام هذا الحفل والعرس القرآني مع فضيلة القارئ الشيخ محمد حسين الكومي.